وليد حداد، مفتش المجتمع العربي في سلطة مكافحة المخدرات والكحول. طبعا اليوم الدراسي في مدينة سخنين وتمحور حول موضوع سموم الأكشاك أو ما يسمى المخدرات الكيماوية التي تسوق في مجتمعنا العربي على أساس أنها مواد طبيعية من نوع الحشيش وما شابه. نحن نتحدث عن مواد كيماوية اللي هي مثل النايس جاي، الحقيقات وما شابه. قسم منها يسوق كأعشاب مرشوشة مواد كيماوية أو كحبوب اللي هي تسوق كحبوب طبيعية ولكن هي داخلها مواد كيماوية. هذه المواد فتاكة وهدامة أكثر بعشرات ومئات الأضعاف من المخدرات التقليدية زي ما حكينا في البداية مثل الحشيش وما شابه. فمن هون احنا كان هدفنا انه نوضح للجمهور والحضور الكريم على تغلغل مخدرات حديثة اللي تسوق في اكشاك، في مواقع انترنت، في مقاهي وما شابه، تحت بند انها مخدرات غير مؤذية ومخدرات بسيطة ومخدرات خفيفة وما شابه، ولكن هي مواد كيماوية مضرة وتأثيرها على الدماغ هدام. طبعا الحضور والتجاوب من البلدية ومن الإدارة كان يعني فاق كل التوقعات، ويعني وفي مشاركة جدا ممتازة. نحن نتأمل انه نكون يعني قدرنا نوعي ونوضح لجمهورنا مخاطر هذه المواد. طبعا يعني عرضنا حتى لحالات عينيه لشباب يعني من طلاب الطب وطلاب علم اللي تورطوا في هذه المواد وطوروا امراض نفسيه نتيجه تعاطيهم هذه المواد. كان مهم نوضح للجمهور انه هذه المواد تغلغلت في كافه طبقات مجتمعنا، حتى الطبقات اللي تعتبر طلاب جامعيين وما شابه. احنا عالجنا في السنوات الاخيره لعدد كبير من الطلاب الجامعيين اللي تعاطوا هذه المواد وصار عندهم امراض نفسيه وتركوا التعليم. عالجنا حالات لشباب اللي من هذه الحبوب صار عندهم حالات اندفاعيه وعنف اللي في قسمين حتى ارتكبوا جرائم قتل تحت تاثير هذه الحبوب، لانه طبعا في منها بيطلع العنف والكثير امور المكبوته في داخل الانسان. حكينا عن ماده اللي هي GHB ما يسمى بسم الاغتصاب، اللي هي ماده سائله اللي توضع بشراب في عصير ويتم استغلال فتيات تحت هذه المواد. طبعا يعني كان عندنا حالات لطلبات جامعه في عده مناطق عربيات تم استغلالهن واغتصابهن تحت تاثير هذه الماده. كان مهم نوضح هذه الحالات ونوضح للجمهور انه هذه المواد تغلغلت لكافه شرائح مجتمعنا، يعني ومجتمعنا اصبح غير محصن لهذه المواد، ويجب التجديد والرقابه على هذا الموضوع، ويعني تجديد الطاقات واكبر عدد ممكن من المحاضرات في سبيل نوعي شبابنا وجمهورنا. المحامي حسين حمود، بالاخص بشتغل بالمجال الجنائي. اليوم احنا كان في عندنا ندوه اللي بتتناول موضوع سموم الاكشاك المنتشر والمتفشي في مجتمعنا العربي. موجودين احنا هون موجودين في سخنين. طبعا الندوه تشمل اعضاء كثير مهنيين وجمهور كثير كريم. في محاضرتي انا حكيت على الجانب القانوني لسموم الاكشاك من ناحيه الصلاحيات تبعت الشرطه في ضبط وامساك تجار المخدرات، امساك المواد هاي. طبعا معروف انه كان في مشكله كبيره من ناحيه ثغرات قانونيه اللي تجار المخدرات قدروا يستعملوها بترويج مواد سامه من هذا النوع. كان في تعديل للقانون، كان في قانون جديد اللي سن في 2013، ولكن لحد اليوم عم نشوف انه في مواد اللي هي سموم اكشاك جديده منتشره في السوق اللي لحد اليوم القانون ما بيعطيش عليها اي جواب من ناحيه تجريم او من ناحيه اجراءات اداريه. طبعا كشفنا الضوء على المشاكل هاي، على الثغرات تبعت القانون. حاولنا انه نعطي حلول للاشخاص المهنيه كيف تقدر تتعامل بهذا الامور، كيف تقدر تتعاون مع البوليس مع الشرطه بردع تجار المخدرات او بمعاقبه مجرمين من هذا النوع. يعطيكم العافية. أنا جميلة خليلي، منسقة لمكافحة المخدرات والكحول بلدية سخنين. أقمت اليوم يوم دراسي حول مخاطر سموم الأكشاك ومخاطرها عند أبناء الشبيبة بالوسط العربي. كان هدفي من هذا اليوم إنه ننتج شوية معلومات لجمهور الناس، إن كان أكاديميين، إن كان معلمين، إن كان الجماهير الأخرى الأهالي، عن حول مخاطر سموم الأكشاك اللي قاعدة تزيد كلها عند أبناء الشبيبة. وكانت محاضرة للدكتور وليد حداد عن أنواع السموم، كانت محاضرة للمحامي حسين حمود، وبرضه كان في عندنا مداخلات مهنية من قسم الرفاه الاجتماعي، من برضه نيابة رئيس البلدية. كلها هي حول موضوع كيف ممكن احنا نعمل برامج وقائية حول موضوع السموم وبالذات سموم الأكشاك بالوسط العربي.
الانتشار الظاهري كل ما قاعد بيزيد، لانه فيش عندنا برضه للشباب حتى نقول مسجرات اللي يكونوا فيهن بالوقت الفارغ تاعهن، فهن كثير في عندنا برضه توجه لانك تاخذ سموم، يلا خذ لك حبه، خذ لك شمه، خذ لك جرعه، كثير هي عند اوساط الشباب كثير يعني متداوله. بالنسبه للاهداف برضه من اهداف اليوم كانت انه احنا نرفع الوعي عند الجمهور عندنا، عند الجماهير، عند الاهالي، عند الاكاديميين، انه اليوم استعمال المخدرات كل ما قاعد بيزيد. مسؤوليتنا كاهل، مسؤوليتنا كمعلمين، مسؤوليتنا كاداريين، مسؤوليتنا كعمال اجتماعيين، اي بني ادم اي محل له يعمل حسب المسؤوليه تاعته، انه هو كيف ممكن احنا نحد من هاي الخطوره، خطوره سموم الاكشاك والسموم بشكل عام.